بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ في الفيديو ده نحسب مع بعض مساحة الدائرة لطلبة الصف السادس. طيب، عشان أحسب مساحة الدائرة القانون بتاعي بيقول إن مساحة الدائرة بتساوي باي نق تربيع. اتعلمنا في سنة 5 إن احنا نحسب محيط الدائرة. النهاردة نتعلم نحسب ازاي مساحة الدائرة. طيب، عشان أحسب مساحة الدائرة عايز قيمة الباي بتاعتي اللي هي احيانا بتبقى ب22/7 او ب3.14%. هيديهاني في المسألة ان شاء الله قيمة الباي. عشان احسب بقى مساحة الدائرة يبقى لازم يكون عندي نصف قطر الدائرة. حتى لو في المسألة اداني قطر الدائرة يبقى انا لازم ان انا اجيب نصف قطر الدائرة، لان القانون هنا هو باي نق تربيع. طيب، عندي الدائرة اللي قدامي دي دائرة مديني ان الباي ب22/7 ونصف القطر هنا 7 سنتيمتر. طيب، عايز احسب مساحة الدائرة يبقى انا هطبق هنا القانون بشكل مباشر. هقول ان مساحة الدائرة بتساوي باي نق تربيع. هقول يساوي باي عندي ب22/7 في نق تربيع، يعني نصف القطر مضروب في نفسه مرتين. نصف القطر هنا 7 هضربها في نفسها 7 في 7، طبعا مقولش 14، يا اما اقول 7 في 7 ب49، او ان انا اختصر هنا ال7 مع ال7 واضرب 22 في 7. 2 في 7 ب14، 4 معايا 1، 2 في 7 ب14، 1 يبقى 15. طبعا الوحدة هنا سنتيمتر مربع لأنها وحدة مساحة. طيب، ممكن يديني المسألة بدل طول نصف القطر يديني طول القطر. طيب، أنا قانوني بحتاج باي وبحتاج نصف القطر. طب لو اداني القطر يبقى لازم إن أنا أوجد الأول نصف القطر. فأقول نق يساوي طول القطر مقسوم على 2 أو مضروب في نص. طول القطر عندي هنا 20 سنتيمتر، هقسمها على 2 يطلع 10 سنتيمتر. طيب، عايز مساحة الدائرة يبقى أنا أقول له مساحة سطح الدائرة يساوي، وأطبق القانون بتاعي باي نق تربيع. باي عندي هنا ب3.14% في المسألة دي، ومديني نق تربيع. حسبنا النق هنا ب10 يبقى نق تربيع يعني 10 في 10، و10 في 10 ب100 مش ب20، هشملها 20. طيب، هضرب انا 3.14% في 100، طبعا ضرب في 100 حرك العلامة مع شيء رقمين، يبقى الناتج هنا يطلع 314 سنتيمتر مربع. عندي مسألة تالتة بيقول لي هنا دائرة طول نصف قطرها 5 سنتيمتر، يبقى اداني نصف القطر، خلاص انا ما عنديش مشكلة. طيب، قسمنا الدائرة ديت الى 4 قطاعات دائرية زي الرسمة كده. عندي الدائرة وقسمناها الى 4 قطاعات دائرية، ده هنسميه قطاع دائري. القطاع الدائري بيبقى عبارة عن جزء من مساحة الدائرة بيحده عبارة عن قوس من الدايرة، وعندي هنا نصف قطر ونصف قطر، يبقى ده اسمه قطاع دائري. طيب، الأربع قطاعات هنا متساوية في المساحة. أنا عايز أحسب مساحة كل قطاع هنا. يبقى دائرة طول نصف قطرها 5 سنتيمتر قسمت إلى 4 قطاعات دائرية متساوية في المساحة. طيب، عايز هنا أحسب مساحة كل قطاع. طب أعمل إيه؟ يبقى أحسب مساحة الدائرة وبعد كده أقسم المساحة دي على 4 يطلع لي مساحة كل قطاع. طب لو قسمت إلى 3 قطاعات دائرية أقسم على 3، قسمت إلى 5 قطاعات دائرية أقسم على 5، وهكذا. طيب، أنا هنا قسمتها إلى 4 قطاعات دائرية، فهبدأ الأول أحسب مساحة الدائرة. برضو القانون بتاعي خلاص حفظته، هيساوي باي نق تربيع. باي هنا ب3.14% في نق هنا ب5 سنتيمتر، يبقى 5 في 5. 3.14% في 5 في 5 تطلع معايا 78.5 سنتيمتر مربع. دي مساحة الدائرة كلها. طب أنا عايز بقى مساحة كل قطاع، يبقى مساحة كل قطاع هنا هتساوي مساحة الدائرة اللي هي 78.5 على عدد القطاعات المتساوية اللي قسمت إليها الدائرة بتاعتي. أنا قسمت على 4 قطاعات، يبقى أنا هقسم على 4. الناتج هنا يطلع 19 صحيح، 625 من 1000 سنتيمتر مربع. وبكده حسبت مساحة كل قطاع. مسألة طبعا ودي جت عندنا في كفر الشيخ السنة اللي فاتت، عبارة عن مثلث متساوي الأضلاع ورسمنا على ضلع من أضلاعه نصف دائرة، بحيث إن الضلع دهوت هو ضلع من أضلاع المثلث وفي نفس الوقت ده قطر الدائرة. طيب، أنا عايز أحسب مساحة الجزء المظلل. الجزء المظلل ده عبارة عن نص دايرة، يبقى أنا أعمل إيه؟ يبقى أنا أحسب مساحة الدايرة وأقسمها على 2. طب عشان أحسب مساحة الدايرة يبقى عايز باي وعايز نصف القطر. طيب، عشان احسب نص القطر يبقى لازم اعرف ضلع المثلث دوت اللي هو ا ج ده بيساوي قد ايه. فهو قال لي كده ان المثلث ده مثلث متساوي الاضلاع ومحيط 21،
طيب عشان يبقى مستوى الأضلاع يبقى التلات أضلاع دول متساوية، المحيط هو مجموعهم التلاتة بيساوي 21. يبقى كل ضلع هنا عشان أقدر أعرفه بيساوي كام أقسم على 3. يبقى أنا في الحالة لما أجي أحل أنا هقول له أ ج هنا بيساوي المحيط اللي هو 21 هقسمه على 3 أضلاع متساوية يطلع 7 سنتيمتر. طيب أ ج ده بالنسبة لنا هو قطر الدائرة. طيب أنا عايز بقى نص القطر، يبقى نص القطر هنا هتبقى 7 على 2 يساوي 3.5. يبقى نص القطر أجيبه من القطر بالقسم على 2. طيب عايز احسب انا بقى مساحة الدائرة عشان اقدر اجيب مساحة الجزء المظلل. طيب مساحة الدائرة هتساوي باي نق تربيع. باي عندي هنا ب22 على 7 في 3.5 في 3.5. طيب هختصر اختصاراتي هنا، 35 على 7 فيها 5 وعندي علامة 20 يبقى الناتج هنا ب5/10. 5/10 هنا يعني نص في 22 تطلع 11. هضرب بقى ال11 في ال5 و30 واحط علامة بعد رقم، يبقى 35 في 11 يبقى هنا 35 هنا 35 يبقى 5 8 3 يبقى الناتج هنا 38.5 سنتيمتر مربع. دي مساحة الدائرة. طب أنا عايز بقى مساحة الجزء المظلل، يبقى مساحة الجزء المظلل عبارة عن نص الدايرة. يبقى ناخد مساحة الدايرة 38.5 وأقسمها على 2. هقول هنا 3 على 2 فيها 1 بقى 1. 18 على 2 فيها 9. العلامة هكتبها 5 على 2 فيها 2 وتبقى 1 هحط له 0 يبقى 10 على 2 فيها 5 يطلع الناتج كده 19 و25% سنتيمتر مربع. عندنا مسألة أخرى شبيهة بيها بس عبارة عن مربع أ ب ج د، والمربع ده مرسوم بداخله دائرة. الدائرة دي بتمس أضلاعه من الداخل. أنا عايز هنا مساحة الجزء المظلل. هنا الأجزاء المظللة هنا عشان أقدر أحسب مساحتها يبقى أنا هعمل 3 خطوات. الخطوة الأولى إن أنا أحسب مساحة المربع اللي بره. الخطوة التانية إن أنا أحسب مساحة الدايرة اللي جوه وأطرحهم من بعض، يبقى أنا كده أقدر أجيب مساحة الجزء المظلل. طيب هو مديني معلومة واحدة إن أ ب ب14 سنتيمتر. أ ب ده ب14 سنتيمتر هو ضلع المربع. علاقة الدائرة هنا بالمربع إن طول ضلع المربع بيساوي طول قطر الدائرة. هي دي العلاقة اللي من خلالها أقدر إن أنا أحسب المسألة دي، لأن طول ضلع المربع هنا 14 سنتيمتر وهنا طول القطر هيساوي طول ضلع المربع، يبقى برضو القطر بتاعي 14 سنتيمتر وبالتالي نص القطر هيساوي 7 سنتيمتر. كده عندي ضلع المربع ونص قطر الدائرة، يبقى أقدر أحسب مساحة المربع ومساحة الدائرة. طيب هبدأ أحسب مساحة المربع. مساحة المربع طول الضلع في نفسه. طول الضلع عندي هنا 14 في 14. أحب إن أنا أكتب الناتج أو أحسبه. 4 في 4 ب16 6 معايا 1 و4 في 1 ب4 1 5 وهنا 1 في 14 ب14 الصفر يبقى هنا 6 9 1 يبقى 196 سنتيمتر مربع. دي مساحة المربع. طيب عندي مساحة الدائرة يبقى الأول أجيب نص القطر. نص القطر هنا هيساوي القطر اللي هو 14 أقسمه على 2 يطلع 7 سنتيمتر. طيب يبقى مساحة المربع طبق قانون مساحة الدائرة، طبق قانون مساحة الدائرة باي نق تربيع. باي هنا ب22 على 7 في نق تربيع اللي هي 7 في 7. اختصر ال7 مع ال7 يبقى 2 في 7 14 4 معايا 1 2 في 7 14 1 يبقى 15 سنتيمتر مربع. طيب عايز مساحة المنطقة المظللة. مساحة المنطقة المظللة هتساوي مساحة المربع اللي هي 196 هطرح منها مساحة الدائرة اللي هي 154 سنتيمتر مربع. 6 ناقص 4 2 9 ناقص 5 4 1 ناقص 1 0 يبقى 42 سنتيمتر مربع. آخر مسألة عندنا هنتكلم عن دائرة. الدائرة دي مديني محيطها وعايز مساحتها. طيب عشان أقدر أجيب المساحة يبقى أنا عايز باي موجودة عندي 22 على 7 وعندي نص قطر الدائرة. هو ما ادانيش نص القطر إنما اداني المحيط. طيب اتعلمت السنة اللي فاتت إن لو اداني محيط الدائرة أقدر إن أنا أحسب نص قطر الدائرة. إزاي؟ إن أنا أعكس قانون محيط الدائرة. محيط الدائرة كان بيساوي باي في طول القطر. طيب من القانون ده يبقى طول القطر بيساوي محيط الدائرة مقسوم على باي. طيب محيط الدائرة عندي هنا 44 هقسمه على باي اللي هي 22 على 7. برضو أعمل اختصاراتي ال 44 طبعا لما نقسم على كسر على طول أحولها إلى ضرب عن طريق إن أنا أقلب القسمة إلى في والكسر اللي أنا بقسم عليه أقلبه يبقى 7 على 22. ال 44 على 22 فيها 2 يبقى 2 في 7 14 سنتيمتر. كده عند طول القطر أقدر أجيب بقى نص القطر. نص القطر هيساوي القطر على مقسوم على 2 يبقى 14 على 2 فيها 7 سنتيمتر. من هنا بقدر أحسب مساحة الدائرة بتطبيق قانون مساحة الدائرة.
يبقى مساحة الدائرة يساوي باي نق تربيع، باي هنا ب22/7 في نق تربيع يعني 7/7. بكرر تاني 7/7 دي معملهاش 14، ده خطأ شائع كتير من الطلبة بيقع فيه. 7 تختصر مع 7 يبقى 22/7، لسه احنا حاسبينها في المثال السابق 154 سنتيمتر مربع. وكده انتهى درس مساحة الدائرة.